السلام عليكم. هنعمل النهاردة مع بعض الايس كريم البيتي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وازاي نطلعه قوامه يبقى كريمي وناعم وما يكونش فيه قطع التلج. وهنعمله مع بعض بمكونات اقتصادية جدا. هنعمله النهاردة مع بعض بطريقتين. طريقة هتكون خاصة بالفواكه، لان ايس كريم الفواكه بيكون فيه قطع تلج. فهقول لكم في الفيديو ده على التركات اللي تطلع معانا الايس كريم ما يكونش فيه قطع تلج، وكمان يكون قوامه ناعم زي اللي احنا بنشتريه من بره. والطريقة التانية هتكون خاصة بنكهات معينة زي الفانيليا والبلو بيري واللوتس. ولو عايزين تعملوا اوريو او شوكليت تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان هقولكوا على كل التريكات واحنا شغالين. يلا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ مننساش نصلي على الرسول. هنبدأ بأول حاجة معانا وهي ايس كريم المانجا. اعتقد ان كلنا بنحب ايس كريم المانجا، فعشان كده هو اول واحد هنبدأ بيه. عندي في درق الخلاط هنحط فيه ربع كيلو مانجا، بس المانجا دي كانت عندي متجمدة. وعليهم 125 جرام من الحليب، والحليب عندي لازم يكون بارد. في ناس بتعمله بالمية بدل الحليب، بس انا بفضل الحليب عشان ناخد القيمة الغذائية بتاعته. وهنحط عليهم معلقتين كبار من السكر الخشن، والسكر هنا بيكون على حسب الرغبة. وكمان معايا معلقتين كبار من الكريم شانتيه، وهنا بنستخدم الكريم شانتيه الغير محلى، يعني اللي مفيهوش سكر. وبعد كده نحط رشة فانيليا صغيرة حوالي ربع معلقة صغيرة، وبعد كده هنضربهم في الخلاط لحد ما يبقى عندنا القوام كريمي. وبعد ما يتفرم كويس أوي في الخلاط، ففي المرحلة دي ممكن تبدأوا تظبطوا سكركم، تزودوا أو تقللوا، فده بيكون على حسب رغبتكم. وممكن تحطوا اللون الطعام الأصفر لأنه هيخلي لونه حلو قوي. وأهم حاجة إنكم ما تكتروش من لون، هما يدوب نقطة أو نقطتين بالكتير. ولو اللون عندكم مش متوفر فممكن نستكفى بلون المانجا العادي. وبعد ما فرمناه كويس أوي في الخلاط وبقى القوام بتاعه تقيل، يعني شايفين ما شاء الله، هنفضيه في علبة يكون ليها غطا. وبعد كده هنساوي السطح بتاعها بمعلقة او سباتولا او اي حاجة، وهنغطي عليها وندخلها الفريزر على طول، لان الجو نار ومش هتستحمل ان هي تقعد وقت كتير في الحر ده. يعني هنا ما شاء الله كان قوامها تقيل وكانت ناعمة جدا زي اللي احنا بنجيبها من بره بالظبط. بعد كده بدأت اساوي سطحها بسباتولا او معلقة، وبعد كده هنغطيها وهندخلها الفريزر على طول. وبكده هنكون خلصنا اول نوع معانا وهو ايس كريم المانجا. تعالوا ما نعمل تاني نوع معانا وهي ايس كريم الفراولة. في درق الخلاط هنحط فيها ربع كيلو فراولة، والفراولة هنا انا استخدمتها مجمدة، وعليهم 125 جرام حليب بارد. وممكن تستبدلوا الحليب بمية باردة، بس الحليب هنا بيكون طعمه احلى. وعليهم معلقتين كبار من السكر، ومعلقتين كبار من الكريم شانتيه، وعليهم رشة فانيليا صغيرة. وبعد كده هنضربهم في الخلاط لحد ما يبقى القوام بتاعهم كريمي. وبعد ما اتفرم وبقى معانا كريمي، هنبدأ نحط عليه حوالي معلقة من صوص الفراولة، وده بيعزز النكهة بتاعته. وكمان ممكن تحطوا عليه اللون الأحمر بتاع الطعام، لأن لما بنضيف اللون الأحمر بيخلي معانا شكل الآيس كريم حلو. بس لو مش متوفر اللون الأحمر فعادي لون الفراولة نفسها بيبقى حلو. وبعد كده هنفرمه فرمة خفيفة في الخلاط، وهنبدأ نفضيه في علبة يكون ليها غطا برضو عشان هندخلها الفريزر. وبكده نكون خلصنا آيس كريم الفراولة. تعالوا بقى مع بعض نعمل الطريقة التانية، والطريقة دي بتكون مختلفة تماما عن اللي احنا اشتغلنا بيها في آيس كريم المانجا والفراولة. في بولة كبيرة هنبدأ نحط فيها كيلو حليب بارد، واهم حاجة عندي في الايس كريم ان الحليب لازم يبقى عندي بارد. وعليهم ربع كريم شانتيه، وربع سكر بيكون بودر يعني طحناه كويس، ورشة فانيليا صغيرة. والكمية دي بتكفي مقدار كبير، فممكن تستخدمي نص كيلو حليب. وهتضيفي الحليب بالتدريج، يعني هنضيف كوباية بكوباية، وهتقللي برضو من كمية الكريم شانتيه وكمية السكر. وهسيب لكم برضو المقادير دي كلها مكتوبة في صندوق الوصف. بعد كده هنقلبها بالهاند ميكسر او المضرب الكهربائي تقليبه بسيطه كده قبل ما نشغله، عشان الكريم شانتيه والسكر البودر اللي احنا ضفناهم ما يطروش ويبهدلوا الدنيا. وبعد كده هنضربهم بالمضرب الكهربائي على سرعه عاليه، وكل شويه هتلاقي القوام بدأ يتقل معاكي.
وفي المرحلة دي بتبدأي بقى تظبطي السكر بتاعك، تزودي أو تقللي، فده بيكون على حسب رغبتك. ولو وصلتوا لعند هنا وعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. وهنا كل ما تضربوها بالمضرب بتلاقوا الكمية بتاعتها زادت، وأول لما بتلاقوا قوامها بقى كريمي وبقت ناعمة، وبعد ما بنوصل للمرحلة دي بنوقف على طول ضرب بالهاند ميكسر. وبعد كده هناخد منهم شوية ونفضيهم في علبة، وكده بقى معانا ايس كريم الفانيليا جاهز، وهندخله الفريزر على طول. في بولة صغيرة هنبدأ ننزل فيها بشوية من ايس كريم الفانيليا. وايس كريم الفانيليا اللي احنا لسه عاملينه هو عندي البيز او الاساس اللي هنبدأ نحط عليه اي نكهة احنا حابينها. اول نكهة هعملها وهي البلو بيري او التوت الازرق، وانا هنا حطيت معلقتين كبار، بس يفضل ان احنا نضيفه بالتدريج، نضيف لحد ما يبقى الطعم مركز. وكمان برضو على حسب كمية الايس كريم الفانيليا هتستخدموها، هتحتاج قد ايه من الصوص اللي انت هتحطوه. وبعد كده هنضيف نقطة او نقطتين بالكتير من اللون البربل، هناخد بالنا ان هو اقل كمية من اللون ده بتكفي، وهنقلبهم الاول كده بمعلقة. وبعد كده هنضربهم بالمضرب الكهربائي، هنضرب كده يدوب حاجة بسيطة جدا لحد ما يبقى لون الايس كريم كله واحد. وبعد كده هنبدأ نفضيها في علبة، وهنساوي السطح بتاعها بسباتولا، وهنغطيها وهندخلها الفريزر. تعالى بقى ما نعمل مع بعض تالت نكهة معانا وهي ايس كريم اللوتس. في بولة هنبدأ نضيف فيها شوية من ايس كريم الفانيليا اللي احنا لسه عاملينه سوا، وهنحط عليه معلقة او معلقتين كبار من اللوتس. وبعد كده هنضربهم مع بعض بالهاند ميكسر او المضرب الكهربائي، وهنضربهم لحد ما اللوتس عندي تبدأ تدوب في الايس كريم. ممكن كمان نعمل ايس كريم الاوريو بنفس الطريقة، هنحط شوية من ايس كريم الفانيليا وهنحط عليهم بسكوت الاوريو، بس هنكون طحنينه كويس. وبعد ما ضربناه كويس قوي بالمضرب هنبدأ نفضيه في علبة. وما شاء الله بجد انتوا شايفين ازاي قد ايه كريمه وناعم. وبعد كده هنغطيه وندخله الفريزر. وبالنسبة لآيس كريم الفواكه، بعد ما سبناه 5 6 ساعات في الفريزر لحد ما جمد، هنطلعه وهنبدأ نضربه بالهاند بلندر عشان بعد كده ما نلاقيش فيه اي قطع تلج، ويبقى ناعم وكريمي زي اللي احنا بنشتريه من بره. وبعد ما ضربناه بالهاند بلندر بندخله بقى تاني الفريزر لحد ما يجمد. وهنجيب برضو ايس كريم المانجا وهنبدأ نضربه بالهاند بلندر لعند ما يبقى قوامها كريمي وناعم. والفواكه بس هي اللي بنضربها بالهاند بلندر. وبعد ما هنخلصها هندخلها الفريزر لحد ما تجمد تاني. وبجد مفيش اسهل من الطريقة دي، وكمان اقتصادية جدا، لانها بمكونين 3 عملنا مع بعض احلى ايس كريم بيتي ممكن تجربوه. وبكده نكون وصلنا لنهاية وصفتنا النهاردة. بكل بساطة وكمان بأقل مكونات عملنا أحلى آيس كريم بيتي يكون ناعم وكريمي، وطعمه فعلا في حتة تانية خالص وأحلى من الجاهز بكتير، ومش محتاج ماكينة ولا تعقيد ولا حتى خبرة كبيرة في الحلويات. وشايفين ما شاء الله ازاي ناعم ومفهوش قطع تلج. وحقيقي لو جربتوها فيهمني جدا رأيكم. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي.